ريشه قصير حلمه يرفرف برا السور، كان إنسان من طين من نور، كان بيدور عاللي خطر قلب الناس القاسي البار. كان يا مكان كان في عصفور قلبه صغير ريشه قصير حلمه يرفرف برا السور، كان إنسان من طين من نور، كان بيدور عاللي خطر. الليل الداخلي غرفة عشوائية، لكنها ليست عشوائية، إنها غرفة الملك الفاجر الوسيم توفيق الحبيبي. يستعد توفيق لعمل فيديو جديد، فاكر نفسه بيعمل حاجة. سمعتك. احنا اتفقنا انت تقول لي كلام حلو بس انا دافع. آسف. ماشي يلا بينا. يستعد الملك الفاجر الوسيم توفيق لعمل فيديو جديد. دايما الحواديت هي الحاجه اللي بتجمعنا، دايما بنحب نسمع حواديت. لما نشوف شخص ما كناش شفناه بقالنا كتير بنقول له ازيك عامل ايه، احكي لي ايه اللي فاتني، ايه اللي حصل. احنا كبشر بنحب نسمع القصص من زمان قوي، من ايام رجال الكهف كنا نحب قوي نسمع القصص. نحب قوي القعده اللي في اخر اليوم لما حد بيقعد على النار، مش حد بيقعد على النار، يعني حد بيقعد في نار متولعه كده واحنا بنقعد كلنا بنلتف حواليه ويقعد يحكي لنا قصص، يقعد يحكي لنا ازاي هو هرب من الاسد، احكي لنا ازاي اصطدت اسد، وبعد كده شفت دب كبير فشخ فحاربته، احكي لنا ايه اللي حصل. عامل لي فيها فيلسوف يا عديم المروءه، يا بليد الفهم، يا عبء على المنطق. هو انت عبيط؟ انا مش عامل فيها فيلسوف، وبعدين ايه عبء على المنطق دي؟ انت مطبق على مدرسه المشاغبين. اسف. ماشي خلاص يلا ما حصلش حاجه. بس قبل ما ندخل في موضوعنا ده، الامبريشن بتاعي للرجل الكهف وهو بيحكي قصه. حد هنا عنده نار؟ حد هنا بيكره الديناصورات؟ يعني انا مثلا مراتي مش بتخليني انزل من الكهف عشان اروح اقعد مع صحابي على القهوه، حاسس اني تايت نضافه ريحه توفير. انا عايز افهم انت جايب الحس الفكاهي ابن الزباله ده منين؟ انت في تانية ابتدائي؟ اسف. يلا. ودايما كل القصص بتبتدي بكان يا مكان قصه حصلت زمان. احنا دايما كان نحب نفتكر ايه اللي حصل قبل كده. يعني انا مثلا بقيت قعداتي انا واصحابي بتوع المدرسه اللي احنا بنحكي ونفتكر ايه اللي حصل زمان، ما بنفكرش لقدام، احنا بس بنفتكر ايه اللي حصل زمان. اللي هو فاكر يا توفيق فاكر يا توفيق لما رحت لواحده في الفسحه وقلت لها انا بحبك والبنت عيطت ومشيت؟ لا مش فاكر دي، بس فاكر لا قلعتك البنطلون في نفس الفسحه. توفيق يا نعم. هي القصه اللي انت حكيتها دي حقيقيه؟ لا طبعا مفيش حاجه بقولها هنا حقيقيه. وبعدين انت مالك؟ عايز افهم انت مين مسلطك عليا، اياد الموجي ولا عمر كاتو ولا منعش؟ انت اتكلم يا ابني. وايه علاقه منع؟ دي الكوميديا. انت بتضحك قوي توفيق. طبيعي. بهزر، انت ما بتضحكش يا توفيق. فرقة المصريين عملوا اغنيه اسمها الشوارع حواديت. بيبداوا الاغنيه باسمها يا حلوه لما اضحكك، وبعدين يغنوا اكأب اغنيه موجوده في العالم. انا ما شفتش اكأب من الشوارع حواديت دي. وبعدين مش فاهم هم سموا نفسهم فرقه المصريين ليه؟ يعني فرقه المصريين مش فرقه المصريين بيعرفوا يعملوا ايه؟ فرقه المصريين الروشين، فرقه المصريين بيغنوا، انما هم سموا نفسهم فرقه المصريين عامه. احنا بجد مصريين يا جماعه، احنا فرقه المصريين. مش فاهم ليه ممكن حد يعمل فرقه ويسميها فرقه المصريين الا لو داخل حجز سباعي في الغنى، والفرق اللي قصاده مثلا فرقه الانجليز وفرقه الولايات المتحده وكلهم ستات عشان ولايات. انا بقى نفسي اعمل فرقه واسميها الكمايته واغني بقى لما كان الهرم ازرق. توفيق كالعاده بيحاول ينجكت اي حاجه اتعلمها جديد في الفيديوهات على امل انه يشقط حريم. امال اسمهم ايه؟ اسمهم اجمل كائنات في العالم. اسف معلش، مش عارف ليه الجيتار الجديد بتاعي بايظ تقريبا. كمل ارجوك. وفي قصص المصوره كوميكس زي بتاعت مارفل ودي سي. دي بتضحكني فشخ عشان انت حرفيا فتحت شركه وسميتها حرفين. تخيل تفتح شركه هنا وتسميها مثلا عين دال لام، او تفتح شركه مثلا وتسميها طه الف ر ق سبيس نون واو ر، وتقعد تعمل اعلانات وحاجات. بس انت ما بتضحكش يا ب ضاد الف. يا ابني انت متخلف، ده انا ما بشتمش، انت تشتم. انا الراوي. ايه راوي يعني روي على نفسك. هتعمل لي فيه احمد حلمي في فيلم لا مؤاخذه؟ صحيح. انت ايه رايك في فيلم لا مؤاخذه؟ والله يعني هو مش بطال،
بس فيلم سهل فاهم يعني. لو خدت بالك في تعريف الشخصيات خلى الفويس اوفر هو اللي يعرفهم، مع ان المخرج المفروض هو اللي يعرف لنا الشخصيات يعني فيجوالي. ده رايك ولا باسم اوبينيونز؟ يعني ايه مش فاهم؟ رايي طبعا. زي ما بتاخد اراء الناس كلها كده وبتكون بيها شخصيتك الجديده. مش غريب عليا ان عندك صحاب كتير عشان انت مع كل شله بشخصيه من شخصيتك اللي انت معلقها عندك في الدولاب. انت بقيت تحللني شخصيا دلوقتي اللي انا شايفه على مرمى البصر. طب خلي بالك بقى اجيب جون فتعمي. ما بتضحكش يا توفيق. ودايما البنات بيطلعوا تيك توك ويحكوا ستوري تايم وهم بيعملوا حاجه بناتي قوي. يعني مثلا البنت من دول تطلع وهي بتحط ميك اب وتحكي ازاي صاحبها زين خانها، وهي بتحط ميك اب بتعمل هير كير روتين ولا ايا كان اسمه ايه. انا متضايق قوي مفيش حاجه زيها بس الرجاله يعملوها. يعني انا مثلا عمري ما شفت ولد طالع يعمل ستوري تايم وهو بيعمل حاجه رجوليه. مساء الخير يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ انا توفيق الحديدي. النهارده عايز اعمل ستوري تايم معاكم. النهارده وانا ماشي في الشارع قابلت راجل مجنون بيجري مالت في وفي خاصيه على الانستجرام اسمها ستوري. الخاصيه دي معموله ببساطه علشان تنزل اكتر حاجه محرجه في العالم. يعني انا في كتير قوي بشوف مثلا حد منزل ستوري، حد توفى عادي وبينزل ستوري بيعرف الناس، الستوري اللي بعديها على طول بيكون منزل اغنيه وهو مع صاحبه واغنيه شعبي وبتاع. يا اسطى طب استنى 24 ساعه. محدش يعني ما اعتقدش في اي حاجه تحصل لك لما تنزل الستوري وانت مع صاحبك وقعدت مهرجان. ما اعتقدش في، يعني انا مش فاهم انت مستعجل على ايه؟ انت مستعجل الدرجات عادي؟ استنى، ده الراجل لسه ميت يا ابن الكلب. الراجل لسه ميت، استنى 24 ساعه حتى. يا اما تقولش ايه اللي هيفوتك يا ابن الكلب يا زباله حقير يا زنخ يا عيال يا زنخ يا جلمف. ومعظم الافلام بيحكوا قصص. الافلام بقى بتحكي قصص فشخ بقى. فيلم بقى بيحكي قصه بنت كلب بقى، ما عدا بس واحد اسمه كريستوفر نولان، ما عدا واحد بس اسمه كريستوفر، ما عدا واحد زباله حقير اسمه كريستوفر نولان بيحكي قصص بس بالعكس. انت متخيل ده لو هيحكي قصه لبنته قبل ما تنام هيحكيها ازاي؟ وراح الديب واكل البنت، بس قبلها الديب قال لها عشان اشم كويس. ده طبعا لما البنت سالت الديب انت ليه مناخيرك كبيره؟ توته خلصت. احنا كبشر نموت في القصص. ايه طه طلق واو الجماعه. احكي لي ايه اللي حصل، ايه ده، ازاي احنا السبب الوحيد اللي بيخلينا نتفرج على اخبار هو ان احنا عايزين نسمع قصه، عايزين نعرف ايه اللي حصل. عامه احكي لي، قول لي ايه اللي حصل، اسقيني من بحر الاعلام، خلي الضيف يسقيني خبر عاجل. بس انت ما كنتش كاتبها كده. خليك في خالك. اقصد حالك. قال خالك وانا خليني في خالي ليه يا اسطى؟ قال لك خليني في خالي. هخليني في خالي ازاي يعني يا اسطى؟ قال لك خالي يعني ايه خالي يا اسطى؟ والحواديت دايما مرتبطه بوقت ما قبل النوم. انا مش فاهم ليه الاكتيفيتي بتاع حكي القصه ده مرتبط بوقت ما قبل النوم. وليه بننام لما انت تحكي له قصه؟ انت كده القصه وحشه، يعني هي قصه وسخه لدرجه ان انا نمت. والنوم هو الهدف الوحيد الحلو من حكي القصه. يعني انا لو جيت حكيت لك قصه قبل النوم، لو انت نمت وانا بحكي لك قصه يبقى كده خلاص، يبقى كده تمام. والنوم ده هو الاكتيفيتي الوحيد اللي انت لو عملته وانا بحكي قصه ما قبل النوم يبقى انا كده مهمتي نجحت. انا مثلا لو عملت فيلم، لو انا مثلا اخرجت فيلم وانت نمت في نص الفيلم يبقى كده الفيلم وسخ، يبقى كده الفيلم وحش. لو نمت وانت بتسمع اغنيه يبقى كده الاغنيه زباله. لو نمت وصاحبتك بتحكي لك حاجه تبقى خاين وكذاب زي كل الرجاله. يعني طبعا اجمل كائنات في الدنيا. يعني انت وفي يعني بيقول ان هو يعرف بنات كتير وبتاع. معرفش، بس حاسس ان انا احكي لك، مش عارف، بس انا حاسس ان انا احكي لك قصه قبل ما تنام دي اصعب مهمه في العالم. انا هكون متوتر فشخ. يعني انا مثلا لو في واحد صاحبي جه وقال لي يا توفيق احكي لي قصه ما قبل النوم، هشك فيه. انت اصلا انت ميولك مظبوطه. وفي القصص اللي بتكون في الراديو زي اسامه منير. حرفيا فكره برنامج اسامه منير ده ان في ناس بتكلموا في التليفون تحكي له قصص تاخد رايه. ومش عارف يعني، بس حاسس يعني فكره انك تكلم حد ما تعرفوش على الراديو تحكي له مشكلتك، حاسس دي اكتر حاجه مجنونه في العالم. انا شاكك انها بتخوني. امبارح كلمتها 4 مرات وما ردتش عليا. ولا انت ايه رايك؟ يا ابني احنا اذاعه القران الكريم. وفي فيلم اسمه حليم، هيثم احمد زكي الله يرحمه كان عامل فيه عبد الحليم حافظ الله يرحمه وهو صغير، واحمد زكي الله يرحمه عمل عبد الحليم حافظ الله يرحمه بس وهو كبير. يعني انا مش عارف يعني فيلم فيه هيثم احمد زكي واحمد زكي، مش ده كان اولى يعملوا بيه قصه حياه احمد زكي مثلا؟ يعني مش قصدي حاجه، انا مش قصدي حاجه والله، بس تخيل كده يعني فيلم فيه هيثم احمد زكي وبيمثل حد وهو صغير واحمد زكي بيمثل حد وهو كبير. ايه رايك تعمل فيلم احمد زكي وتسميه زكي مثلا؟ او لا بلاش بقى، احنا نخلي بقى اللي يمثل قصه حياه احمد زكي نور خالد النبوي يمثل احمد زكي وهو صغير، وخالد النبوي يمثل احمد زكي بس هو كبير. هو كده ما ينفعش حد يعمل دور. انا مش فاهم ليه يعني، ليه؟ ما هو ممكن عايش وكان يعمل قصه حياته. انا احب اتفرج على قصه حياه احمد زكي. انا عايز بقى لما اكبر يعني ابن احمد مالك يمثلني وانا صغير، واحمد مالك يمثلني وانا كبير، وانا اطلع في دور صغير كده، فاهمين حاجه كده؟ اطلع كاميو. انت كده عايش الشارع باسمك وكوكب باسمك وكمان فيلم لقصه حياتك. الفيلم هيكون مدته 4 دقايق مثلا، يا دوبك يخلصوا لمساتك في الدنيا. ده 4 دقايق ده من غير المونتاج. ده انت المونتاج لعبتك. فيديو عودة الملك لولا المونتاج كان بقى
عشان كده بتخاف تعمل ستاند اب كوميدي، الغلطه بفوره. خليك مستخبي ورا المونتاج يا جبان، يا قليل الحياء، يا فاسد الرأي، يا ثقيل الظل. انا مش فاهم، انا سكت لك من اول حلقه يعني. انا مش فاهم انت عايز ايه. انت عايز ايه؟ ده دافع لك فلوس. انا دافع لك فلوس عشان تقول في حقي كلمتين حلوين. انا مش طالب منك كتير. انا مش طالب فيها ايه لو كنت قلت الفنان توفيق الحديدي ولا بتاع ولا اي زباله. انت قاعد دب 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 دب. انت مين دافع لك يا ابن الزباله؟ يا حمار، يا حمار يا ابن الكلب. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. انا مش محتاج مونتاج يا ريس، انا مش محتاج مونتاج. طب بقول لك اسمعني، كان في عيل صغير راح المدرسه يوم الاحد، رجع من المدرسه سال امه عامله لنا اكل ايه يا ماما النهارده؟ قالت له ملوخيه. فالواد قال هي ملوخيه ملوخيه هي ملوخيه. المهم جه يوم الاثنين الواد راح لامه، الواد راح المدرسه ورجع سال امه يا ماما عامله لنا اكل ايه النهارده؟ فقالت له ملوخيه. فقال هي ملوخيه ملوخيه. المهم جه يوم الثلاث الواد راح المدرسه ورجع سأل امه عامله لنا اكل ايه يا ماما النهارده؟ فقالت له ملوخيه. فالواد قال هي ملوخيه هي ملوخيه. المهم جه يوم الاربعاء الواد راح المدرسه ورجع سأل امه عامله لنا ايه يا ماما اكل النهارده؟ فامه راحت قالت له ملوخيه. فالواد قال ماشي ملوخيه. المهم جه يوم الخميس الواد راح المدرسه ورجع، بعد كده اول ما رجع من المدرسه سال امه عامله لنا اكل ايه يا ماما النهارده؟ فامه قالت له ملوخيه. فالواد قال له في ايه؟ هو انتوا حكايتكم يا بيت انتوا حكايتكم يا بيت نيجي الزباله معفن؟ هو كل يوم ملوخيه؟ هو انا يعني كل يوم هاكل ملوخيه ولا ايه يعني؟ انا مش فاهم. وراح الواد داخل اوضته ورزع الباب وراه. جه يوم الجمعه الواد راح درس، رجع من الدرس سال امه يا ماما عامله لنا اكل ايه النهارده؟ فامه قالت له ملوخيه. فالواد قال لا بقى، لا بقى دي بقت مزبله. هو في ايه؟ عندنا مزرعه ملوخيه يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. كل يوم ملوخيه كل يوم ملوخيه، زهقت. كل يوم ملوخيه. روح سايب البيت وماشي. المهم جه يوم السبت الواد كان خارج مع اصحابه، خرج مع اصحابه بعد كده رجع سال مامته يا ماما طب خلنا اكل ايه النهارده؟ فامه راحت قالت له ملوخيه. فقال ده انتوا بقى انتوا رباطيه بقى اولاد الكلب يا جزم ولا ايه؟ هو انا كل يوم هاكل زباله ملوخيه؟ انتوا ما عندكوش غير ملوخيه يعني ولا في ايه؟ لو اكلنا بسله اكلنا فاصوليا اكلنا اي زباله غير الملوخيه في ايه يعني؟ ايه ملوخيه ملوخيه ملوخيه؟ كل يوم ملوخيه؟ دي ست زباله صحيح. راح شتم امه وبتاع. فالوضع تفاقم، وامه بتحاول تهديه وبتاع، وابوه يطلع يقول له في ايه بس مالك؟ ولا في ايه؟ كل يوم ملوخيه يعني؟ هناكل كل يوم زفت؟ استغفر الله العظيم يعني. فالمهم جه يوم الاحد الواد راح المدرسه ورجع. اول ما رجع سال امه يا ماما طب خلنا ايه النهارده؟ فامه راحت قالت له ملوخيه. فراح الواد قال هي ملوخيه هي ملوخيه ملوخيه.